الشيخ أحمد الأسير مفقود منذ الاثنين وعائلته لا تعرف عنه شيئا. في منزلهم وبعيدا عن الإعلام يتابعون ما يبثه الإعلام ويثيرهم ما يسمعون عن مجمع أمني ومخابئ أسلحة ومسلحين. وين المخازن الأسلحة؟ قاعد يقولوا مخازن أسلحة وأنفاق، يصوروا ولا الأنفاق اللي عم بيقولوا عنها؟ ومجمع الأسير، يعني صوروا للشيخ أحمد الأسير كأنه إرهابي. نسيوا تاريخه الطويل بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وبعيدا عن الكاميرا تقول والدته ابنة صور ووالده هلال الله يسامحهم على هذا التجني. زوجته الثانية أمل تروي وقائع اللحظات الأخيرة قبل الافتراق. بالملجأ لما قال لي انه قال لها لسمر سامحيني، وقال لي سامحيني، قال لنا بنشوفكم بالجنة. شقيقته نهاد تتمنى أن يكون الله حقق أمنيته بأن يطعمه الشهادة على أن يكون موقوفا أو أسيرا في مجمع ما. إذا كان مزبوط أنه هو شهيد نحن بنكون مبسوطين، مش حنكون زعلانين، بس نحن اللي بدنا نقوله أنه إذا هون خلصت رسالته لأحمد الأسير حتخلص، لأنه في 100 أحمد الأسير بدهم يطلعوا. أحمد حريري أبو بكر زوجته هي أيضا هنا ولم تبلغ بعد إذا كان هو الذي قتل أم أحمد حريري الآخر. ما حدا عم يسأل عننا، ما حدا اتصل أصلا يعني لا يعزينا ولا بيطمن عننا. مين مفتي صيدا؟ مين نوابة؟ مين؟ وين نوابة؟ وين نوابة؟ لما كشف عليها لست بهية صارت تطلع تناشد. تعبر عائلة هلال الأسير عن غصة تقول إن سببها سياسيي صيدا الذين لو لم يرفعوا الغطاء عن الشيخ أحمد لما حصل ما حصل، وأملها بأن الوقت هو الذي سيثبت براءة ابنها وصدق رسالته.